مساء الخير، مساء الخير، مساء الجمال، مساء المحشي، مساء الفل، مساء الحلويات والأكلات الاقتصادية اللي بنعملها لينا فترة. لما بنجيب نص كيلو لحمة مفروم نعمل كذا حاجة. عملنا صينية جلاش باللحمة وكفتة مالي البايركس تأكل البيت كله، وعملنا مرة تاني مكرونة بالبشاميل وبرضو البايركس كفتة عاملينه في الفرن برضو تأكل البيت كله. النهاردة بقى فكرة حلوة كمان، عملنا خلطة محشي. بشرنا البصلة، بشرنا الطماطم، قطعنا الشبت، كزبرة، بقدونس، حبة من كل حاجة، ومعانا اللحمة اهو ربع كيلو هنعمل بيه نحطها في المحشي. لسه هنفردها اهي ونحط حتة تاني عشان نقسم النص كيلو هنحط في المحشي، وهنعمل برضو بايركس كفتة البيت كله ياكل. يبقى بنعمل كذا حاجة من نص كيلو، مش زي في الاول كنا بنبهرج ونعملها كلها كفتة وما بنحسش بالحاجة، ايه هي بتتاكل كفتة ويلا. فاحنا بنعمل كذا حاجة حلوة، الكل تنويع وبننوع وياكلوها في حاجة حلوة زي المكرونة بشاميل، زي المحشي، زي الحاجات اللي بيحبوها، زي صينية الجلاش باللحمة، حاجات بيحبوها ونفسهم تتفتح عليها وتغيير، مش بس الكفتة قدامهم تكرار حاجة. اوكي، وغسلنا الخضار بتاعنا، البطاطس اللي هنحطها تحت الكفتة، الكوسة اللي هنعملها محشي، البصل اتغسل، الفلفل الرومي اتغسل اهو في البايركس غسلينه، الكوسة الحلوة بتاعتنا اتغسلت، والطماطم جاهزين كل حاجات. وهنبدأ نقشر الخضار ونقوره، وعملنا الخلط وهنبدأ ايه نحشي. هنعمل فلفل وكوسة النهاردة، بس ما يعني ما احسنتش محسنش لينا ان احنا نجيب بدنجان، لقيته مش طازة عند الراجل ما جبتوش، يلا ما استحسناش يعني. طيب يلا، حطينا نعناع طبعا في الخلط الجميل اللي قلناه، ملح وفلفل، قرفة وجنزبيل لو حبة، كزبرة، كمون. انا الحقيقة ما لقيتش عندي ولا كزبرة ولا كمون، شطبت لما نجيب بقى. التوابل الرهيبة اللي كل شوية اكياس توابل قد كده، وغليت التوابل بس حلوة، ما نقدرش نستغنى عن التوابل في الاكل المصري الجميل والاكل الشرقي بتاعنا. يلا، وحطينا فلفل اسود، وحطينا نعناع، النعناع حلو جدا في المحشي، وحطيت قرفة وحطيت جنزبيل وحطيت حتة زعتر بسيطة فركتها. واللحمة هنبدأ يلا نكمل الخلطة بتاعتنا، والخضار بتاعنا مغسول، وهنعمل الأكلة الحلوة بتاعتنا الرهيبة، وهنسويه في الفرن. علشان أنا في صينية البطاطس اللي كانت بالفراخ، وكنت عاملة البطاطا الحلوة جنب وجنب بدنجان وجنب بطاطس وفوقيهم الفراخ، وتشوي في الفرن، وأكلة كانت سكر عسل بجد، وفراخ مشوية. كنت حاطة على جنب 3 فلفل رومي ومحشيين، خلطة الرز. حطيت من خلطة اللي كنت هعملها للفراخ، خدت منها وحشيت مع شوية رز غسلتهم في طبق، وحشيت كام قرن فلفل، ففي الفرن طلعوا بجد تحفة سكر. فهنعمل النهاردة المحشي في الفرن. يلا وخليكم معايا، وهنكمل أكلتنا الحلوة النهاردة إن شاء الله بالهنا والشفا. اهو يا حبايبي، اهو خلطنا اللحمة جميلة جدا. انا ساعات بعملها على الصاج وساعات بحطها نية، تستوي مع الخلط في الفرن وبتبقى جميلة جدا، او لو سويتيها عادي على النار. يلا، خلطنا اللحمة كده، هنبدأ نكمل حاجتنا ونحشي المحشي بتاعنا الجميل. بس نهرس اللحمة كده عشان ايه نفكها، نخلطها في الخلط. يا جميلة. ريحته تحفة من دلوقتي، من قبل ما يستوي ريحته خطيرة، عامل ريحة حلوة جدا. يلا، الخلط الناي في ناي بيبقى سكر بجد. يلا، كزبرة. يلا هنخلط، خلطنا اللحمة كده
هنبدأ ايه، هنعبي المحشي بتاعنا، نخلطها كويس قوي. هنبدأ نعبي المحشي بتاعنا. يعني طورنا الكوسة بتاعتنا والفلفل بتاعنا، ويعني ما احلى المحشي بجد بجد. الكاميرا بس ظالمه اللون خطير باللحمه. يلا يلا عشان ما اطولش عليكم، هنبدأ نحشي المحشي بتاعنا. هنشوف نعمل ايه. اهو يا حبايبي، شايفين الفلفل جميل جدا، ولسه هنظبطه كمان اهو. قورناه وحشيناه بالمعلقه اهو. جميل جدا، خطير خطير وجميل. شايفين اهو. نسيت اقول لكم ان الخلطه حطيت معلقه زيت او معلقتين في الخلط. طبعا اللحمه بقى عامله ايه، شغل جامد اهو، عملت دسم حلو اللحمه المفرومه. شايفين باينه جدا اهي، كتير كمان عماله اهرس فيها. طيب كنت هقول لكم ايه، هنكمل بقى الكوسه. هنعمل الكوسه، ورقه بصله دي. هنعمل الكوسه هنكملها. شايفين الفلفل جميل وخطير خطير وبركة كبيرة. يعني انا عاملة نص رز، بس اقل من نص كمان، اقل من نص بشوية، اقل من نص كده ب5 معالق رز بس. هنبدأ نعمل الكوسة بتاعتنا جميلة وسريعة. شايفين عملنا الفلفل ما كملتش 5 دقايق، قورته وعبيته. والخلطة جميلة وسريعة جدا وحلوة. كل الأكل ده سريع وحلو، ست البيت الموظفة كله، وأكلة حلوة وأكلة هنية تكفي 100. يلا هنبدأ نعمل الكوسة بتاعتنا الجميلة ونعبيها اهو. يا حبايبي شايفين الجمال اهو، خطير. وعملنا بصل محشي كمان، ما سلقتوش البصل ني، قطعته، خدت الايه الورقات اللي من بره اهو، وحطيت الرز ولفيته وزنقته اهو في المحشي. وعملنا كمان محشي طماطم خطيرة. شايفين اهي، جميلة خالص. والفلفل، وهنا كمان اهو الانجليش كيك مليناه، وهنحطهم في الفرن. هنحطهم في الفرن. يلا ملح وفلفل وقرفة وجنزبيل، لو عندك شوربة او مرقة. يلا عايزة تحطي حتة زبدة فيهم وهما بيستووا، او سمنة اللي براحتك. يلا هنحطهم في الفرن يستووا، وهنكمل اكلتنا بقى، نعمل باقي اللحمة كفتة. يلا هنشوفها لما تستوي. نشوف المحشي لما يستوي، جميل خطير وسريع، ما كملناش 10 دقايق اهو. شايفين جميل جدا، بالهنا والشفا. بصوا يا حبايبي، نقلنا المحشي حطيناه في الحوض الستانلس ده علشان يقضي حلو كده في الفرن، حاجة جميلة. يلا هنسويه في الفرن. شغلنا الفرن سخنت، ونقلنا المحشي هنا، وحطينا الزوادة بتاعته، وملح وفلفل وقرفة وجنزبيل ولو عندك كمون كزبرة اللي تحبيه، ولو عندك مرقة. يلا وانا حطيت كمان حتة الملبسة بتاعت اللحمة معاه تعمل شوربة. يلا وحيقناه حلو، ملحناه حلو. يلا ورصناه رصة حلوة، بدل البايركس الحوض صغير، حطيناه في الحوض الستانلس ده كبير حلو. هنسويه وهنشوفه لما يستوي. يلا في الفرن. ايه رأيكم في الجمال؟ شايفين يا حبايبي، خطير بجد، روعة ولا احلى. يلا بالهنا والشفا. والبصل اهو، والكوسة، ودي كبدة غسلتهم وعصرت عليهم ليمون وملح ودعكتهم وشطفتهم وحطيتهم من تحت. ايه رايكم في الجمال؟ كام كبدايه كانت عندي يعني كده. ايه رايكم؟ خطير. الريحه ملت البيت تحفه،
محشي الطماطم ومحشي البصل والكوسة والفلفل. يلا ولا احلى، وبالهنا والشفا، وجربوه. على فكرة طلعته من الفرن، يعني خد ربع ساعة في الفرن كده او 20 دقيقة، ما كملش، وكملته على العين، وطيت شمعة خالص فوق وحطيته على البوتاجاز وانا مغطياه، وفي الفرن طبعا مغطياه بالغطا الاستانلس بتاع الحل، علشان حطيت بعديه الكفتة بالبطاطس بالبايركس في الفرن. يلا بالهنا والشفا وجربوه، جميل جدا، احلى محشي بجد، تحفة، ني في ني، وفي اللحمة، وجميل وخطير وطعمه تحفة. وبالهنا والشفا، وتعالوا كلوا معانا.